قناة الموعظة السلفية تقدم لكم. والأدلة في هذا الباب والمعنى كثيرة جدا، والله عز وجل يريد لنا الخير في كل ما يفترضه علينا وفي كل ما يأمرنا به، ليزداد الإنسان خيرا ويزداد الإنسان عافية ويزداد الإنسان نعمة ويزداد الإنسان بركة. فلا بركة لك إلا بطاعة الله، ولا راحة لك إلا في طاعة الله، ولا سعادة إلا في طاعة الله. فكلما كنت أكثر قربا من الله كنت أكثر غذاء وأكثر قوة وأكثر نشاطا وأكثر سعادة وأكثر متعة. قال الله عز وجل: ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالله يزيدك قوة إلى قوتك بالعمل الصالح، والله عز وجل أمرك بالعبادة لمصلحتك، فتعرض لهذه النفحات ولهذه الخيرات التي يمن بها الله عليك بين الفينة والأخرى. فالغني يضع أمامك فرصة سانحة للمسابقات كما يفعل تجار الدنيا طبعا في كسب زبائنا، ولله المثل الأعلى. فالله لا يحتاج إلى زبائننا ولا إلى عبادتنا ولا إلى صلاتنا ولا إلى صيامنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. أتظن أن الله يعجز أن يذهب بالعصاة والمجرمين والفسقة والظلمة؟ لا، ما هو بعاجز، ولكن الله له حكمة فيما يجري في هذا الكون سبحانه، لا إله إلا هو. فجعل هذه الأيام الطيبة المباركة وأقسم بها. قال الله في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر. ولا يقسم الله إلا بعظيم، ولا يقسم الله إلا بعظيم. وإذا رأيت الله يقسم بشيء في كتابه دل على عظمة هذا الشيء عنده. فإذا أمرك فيه بطاعة تعرض لهذه الطاعة ولا تفوت هذه الفرصة عنك. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس، وجاء عن غير ابن عباس، أن العشرة التي أقسم الله عز وجل بها في هذه الآية المراد بها هي أيام العشر من ذي الحجة، والعمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. تأمل، المجاهد يخرج في سبيل الله ويمكث في رأس الجبل ويحرس ويأتيه القلق، وربما ساوره الخوف، وربما جاءت الرصاصات، وربما احتدم القتال. أنت إذا عملت صالحا عملك الصالح أفضل من هذا المجاهد، ولا يساويك في هذا العمل إلا رجل خرج بنفسه للقتال وخرج بماله للقتال ولم يرجع لا بمال ولا بنفسه، أي أخذ ماله وأزهقت روحه. وقد روى البخاري ذلك في صحيحه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام، اسمع أيها المسلم لهذا الحديث العظيم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ولما سمع الصحابة قول الرسول وتعظيم العشر هذا قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد؟ لأنهم يروا أن الجهاد من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات ومن أفضل الأعمال الصالحة. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الحديث عند الترمذي بهذا اللفظ، وأصله عند الإمام البخاري في صحيحه عليه رحمة الله تبارك وتعالى.